انا راجل قاعد وما بتحركش، ووزني زاد جدا ونفسيتي تعبت اكتر، لاني كمان كنت عامل حادثه، والحادثه هي اللي خلتني ما بقدرش اتحرك. زياده وزني سببت لي مشاكل نفسيه كتير جدا. اقدر اعمل ايه وانا حركتي تقريبا مش موجوده؟ عايز اقول لك الف سلامه عليك، وان شاء الله ربنا يشفيك يا رب. طبعا انت معرض لزياده وزن كبيره جدا الفتره ديت، خصوصا ان انت مفيش حركه. زياده الوزن ممكن تسبب لك امراض تانية كتير غير اللي انت بتشتكي منها دلوقتي. فلا، حط في دماغك ان احنا لازم هننزل وزننا. انا عارف الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لك، بس لازم ان احنا نبتدي. موضوع الاكل احنا ما عندناش مشكله فيه خالص، تقدر تاكل رز، مكرونه، عيش، تقدر تاكل خضار، لحمه، فراخ، سمك، مفيش اي مشكله في الموضوع دوت. احنا بس هنوقف مقليات وحلويات، نبدا بقى مع بعض. ناخد كورس كيتو فايبر. الياف هتسد النفس، كبسولات باي كيتو هتزود معدل الحرق. نقدر ناخد الاثنين دول مع بعض بشكل دوري. وبعد ما نوصل للوزن اللي احنا عايزينه وفتره التثبيت الوزن، هنبتدي ان احنا ناخد من الالياف والكبسولات، بس هنبتدي ناخد باكت واحد الياف وكبسوله واحده من الكبسولات دي بشكل دائم، طالما مفيش حركه بالنسبه لنا، وطالما ان احنا مش هنقدر ان احنا نتحرك.